أسرار هتصدمك. حافظ الأسد سلم الجولان للكيان بدون ما الجيش السوري يضرب طلقة واحدة، وابن بشار الأسد سلم خرائط الجيش السوري للكيان عشان بس يسمحوا إنه يهرب من سوريا. تبدأ الحكاية في عام 1969 لما كلف عبد الناصر السادات ووفد معاه، كان من ضمن الوفد ده صديق السادات وقتها الدكتور محمود جامع، وفعلا راحوا سوريا. وأول ما نزل السادات سوريا كان المطلوب منه يعمل مباحثات مع الحكومة السورية وقتها، وفعلا أول ما وصل قعد في قصر الضيافة في دمشق، وتاني يوم طلب من الوفد بتاعه إن هم يسيبوه هو وصاحبه محمود جامع يروح مشوار في سوريا ومش عايز حراسة. وراح السادات وصاحبه محمود جامع هضبة الجولان، وهم واقفين بيتفرجوا على الهضبة فجأة حط السادات إيده على كتف محمود جامع وقال له: شوف يا محمود، شايف الجولان ازاي الجبال دي الكيان يسيطر عليها بكل السهوله دي؟ مفيش اي قوه تقدر تعمل كده. وراح محمود جامع قال له: بصراحه صعب اي قوه عسكريه تسيطر على الجولان بالطريقه اللي حصلت في 67. وراح السادات قال له: انا هقول لك سر خطير جدا. الجولان ده يا محمود دفع فيها الكيان 100 مليون دولار، وعارف مين اللي قبض الثمن؟ حافظ الاسد وزير الدفاع السوري وقتها. وعارف ايه المقابل؟ وقتها محمود جامع ما صدقش اللي قاله السادات، اللي كمل كلامه وقال له معلومات اتفاجئ بيها. كمل حكاية الدكتور محمود جامع في كتابه عرفته السادات، وبيقول إن السادات قال له وقتها إن حافظ اتفق عن طريق أخوه رفعت الأسد مسؤول المخابرات السورية إن الجولان تتسلم مقابل 100 مليون دولار، وإن الفلوس دي تتحول لرفعت في بنوك سويسرا، ورقم الشيك في خزنة عبد الناصر. وبيكمل جامع وبيقول إن مقابل الشيك ده إن وزير الدفاع السوري حافظ الأسد يصدر أوامره للجيش السوري بالانسحاب والانسحاب فورا من الجولان، وده في يونيو عام 1967 بدون ما يضربوا طلقه واحده، واتسلمت الجولان فعلا تسليم بمنتهى السهوله للكيان. الروايه دي بيدعمها وزير الاعلام السوري وقتها محمد الزعبي في شهادته، بيقول ان في اثناء حرب 67 خرج وزير الدفاع وقتها حافظ الاسد يعلن عدد من البلاغات، فانا كنت قاعد في مكتبي وسمعت بلاغ منهم كان فيه اخطاء لغويه كتير، فكلمته وقلت له: يا حافظ انا هبعت لك حد من عندي يصحح لك البلاغات. فسالني وقال لي: مين الاسم اللي هتكلفه؟ فقلت له الاسم، فوافق ان انا ابعته، وفعلا راح وبقى يصحح البلاغات لغايه البلاغ 66 اللي كان المفروض حافظ يذيعه، واتبعت لي البلاغ ده، لكن سمعته وترددت ان انا اذيعه لانه كان في اعلان سقوط القنيطره، يعني سقوط الجولان، وكانت مفاجاه ليا. وقلت لمدير مكتبي فورا تاخد البلاغ ده وتروح لصلاح جديد الامين المساعد لشؤون القطر السوري ورئيس الدوله كمان نور الاتاسي، وخد البلاغ ده وقول لهم ان انا مش عايز اذيعه. فايه رايهم؟ وما عداش كام ساعه لقيت رئيس الحكومه بيكلمني بيقول لي: لازم تذيع البلاغ لان حافظ كلمنا وقال لنا ان القنيطره سقطت فعلا. وفعلا اذعت البيان. بعد نص ساعه اتصل بيا حافظ الاسد وقال لي: انا حصل لخبطه، اتصل بيا ضابط من الجبهه وقال لي ان القنيطره فعلا سقطت، فصدقت وبعت ليكم البلاغ ده، بس احنا محتاجين نغير الموقف لان واضح ان الموقف مش دقيق. الغريب ان بيقول ان وقتها حافظ ما قاليش مين الضابط ده ولا رتبته حتى. وبيكمل الزعبي بيقول: انا قلت لحافظ انا هكتب لك بيان وهقول لك نصه في التليفون. وفعلا كان البلاغ رقم 67 وقلت فيه ان المعارك دايره في القنيطره من بيت لبيت، وان الجيش السوري بيقاوم مقاومه شديده جدا، وكان في معركه هناك. حافظ اتبسط جدا وقال لي: تمام، البلاغ ده هو المطلوب. محمد الزعبي وقتها بيقول: انا ما كنتش شاكك في حافظ لغايه دلوقتي في وطنيته، لكن عرفت ان هو بيلعب عليا لعبه لما كلمني رئيس الاركان وقتها احمد السويداني وقال لي ان البلاغ 66 كان في ضباط كبار قاعدين في غرفه عمليات القنيطره، ولما سمعوا البلاغ ده ركبوا عربياتهم وراحوا دمشق. بيقول الزعبي واضح ان هم فهموا لعبه حافظ الاسد، واحمد السويداني ده رفض يمشي وفضل لوحده في غرفه العمليات اكتر من ساعه، لكن في الاخر زهق ومشي وراح دمشق. وقابلته هناك وقال لي ان لما اتذاع البلاغ ده كانت اقرب دبابه للكيان بينها وبين القنيطره 4 كيلو متر، يعني ما سقطتش زي ما انت قلت. خلي بالك ان احمد السويداني ده رئيس الاركان الجيش
بعدها شن هجوم شديد جدا على حافظ الاسد واتهموا انه سلم الجولان. الغريب ان هو اللي اتفصل واترقى بعدها حافظ الاسد، وطلب وقتها السويداني اللجوء وراح العراق، وبعدها راح مصر. وهو رايح مصر الطياره نزلت لدمشق واعتقل هناك. روايه تسليم الجولان بيأكدها الرائد السوري خليل مصطفى، الرائد في المخابرات السوريه اللي كان مسؤول عن الاستطلاع في الكونترا. وبيقول في كتابه سقوط الجولان ان حافظ الاسد هو اللي حرض عبد الناصر على حرب 67 لما قال له ان في حشود اسرائيليه على الحدود السوريه في هضبه الجولان، رغم ان ده حصل. طلب من عبد الناصر الجهود تتوحد عشان لو حصل هجوم على سوريا هم كمان الجيش المصري يهجموا. وبيكمل خليل مصطفى بيقول ان خطه حافظ الاسد كانت مربكه جدا، مره يهاجم، مره يدافع، مره ينسحب. ارتباكه ده خلى كل المواقع السوريه هدف سهل لطيران العدو اللي قعد يتسلى علينا واحد ورا التاني. وبدات الاشاعات تتروج في الجيش ان حافظ الاسد امر الجيش السوري بالانسحاب من الجولان كيفيا، يعني كل قائد وحده او كتيبه ينسحب بالطريقه اللي تحلو له. وده اللي خلى فيه ارتباك كبير جدا في صفوف الجيش السوري، وانسحابنا انسحاب مغزي بدون اي مقاومه. لكن انصار حافظ الاسد بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الجيش السوري كان فعلا ضعيف وما كانش قد المقاومه، شأن الجيش المصري وقتها في 67، لان الجيش السوري كان بيعاني وقتها من شقاقات، والهزيمه دي حصلت نتيجه تردي الاوضاع في الجيش السوري والانقلابات الكتير في الجيش السوري. لكن مفيش خيانه خالص، والدليل ان حافظ الاسد نفسه رفض التطبيع مع الكيان، وكان الاولى انه يوافق على التطبيع طالما هو بيخون من الاول. الغريب ان عدت سنين وجه بشار الاسد وواجه نفس الاتهام اللي تواجه بيه ابوه حافظ الاسد. والحكايه ان قناه العربيه وصحيفه حريه التركيه قالت ان بشار الاسد لما هرب عقد صفقه مع جيش الكيان، وطلب منهم عن طريق روسيا ان هم ما يستهدفوش طيارته اللي هتنطلق من القاعده الروسيه، وده مقابل ان هو يسلمهم خريطه بمواقع الجيش السوري وابرز مواقع مخزونات الاسلحه ومواقع اطلاق الصواريخ والقواعد العسكريه والبنيه التحتيه العسكريه في كل سوريا. وافق جيش الكيان وهرب بشار، والتاني يوم بدأ الكيان يضرب كل المواقع السوريه بدقه. لكن برضه في روايه تانية بتبرأ بشار الاسد وبتتهم وزير دفاعه علي محمود عباس ورئيس الاركان العماد عبد الكريم محمود، وبيقول يعني مثلا مصطفى بكري احد مؤيدي بشار الاسد بيقول ان السر ورا كل اللي حصل دول هما الاثنين دول، وان هم ادوا امر بانسحاب الجيش السوري، ولازم نعرف هم فين دلوقتي وليه حاصروا رئيس الاسد في اللحظات الاخيره، ومحدش عارف الاثنين دول راحوا فين، سواء وزير الدفاع او رئيس الاركان. هل هم في سوريا ولا بره سوريا؟ وبيقول بكري ان من الواضح ان كان في خيانه حصلت في سوريا ضد بشار وضد سوريا، لان ده مش الجيش السوري. وكاله رويترز بقى قالت حاجه غريبه جدا، ان بشار الاسد جاله من اتباعه في الجيش السوري ان في انسحابات كتير جدا بتحصل وقت هجوم المعارضه السوريه، وان بشار الاسد حذر اي حد هيتخلى عن موقعه هيحاكمه. لكن رويترز بتقول ان الجيش السوري وقتها كان فيه شقاق كتير جدا وفي غضب نتيجه تردي الاوضاع في البلاد وغياب الولاءات لبشار الاسد. في نهايه الفيديو ده عايز اقول لك ان اللي بيحصل ده نتيجه تحالف تركي اسرائيلي امريكي، وان مجموعه احمد الشرع الراجل اللي مسؤول عن السلطه الجديده في سوريا هو نتاج التحالف ده. والدليل ان الكيان ضرب كل المواقع العسكريه وهو لم يجرؤ يدين الفعل ده الا بتصريحات مش قويه تليق بالموقف. والهدف من تجربه احمد الشرع ده انها تبقى عصايه ضد الانظمه العربيه لمشروع الشرق الاوسط الجديد، وده لان في حجم تنازلات كبيره جدا الفتره الجايه، يعني هتتنازل ولا تلاقي بلدك زي بشار تقع في 10 ايام حتى لو كانت النتيجه احمد الشرع او الجولاني اللي احنا صنفناه ارهاب. في نهايه الفيديو هل انت شايف ان حافظ الاسد فعلا سلم الجولاني ولا لا؟ وهل فعلا بشار سلم خريطه بمواقع الجيش السوري للكيان ولا لا؟ تليفوننا ورقم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على